السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب مع تاني محاضرة من موديول ماسكلوسكيليتال سيستم، تاني وآخر محاضرة ال disorders بتاعت البون. التوبكس اللي هنشرحها فيها، تعالوا نشوف التوبكس اللي هنتشرح هتبقى ايه. هنشرح الاوستيوبوروزس والأدوية اللي بتعالجه وازاي أصلا بيحصل اوستيوبوروزس والميكانيزم بتاعه وهكذا. هنشرح برضو ازاي تعالج الارثرايتس او اللي هو الالتهابات في المفاصل، والالتهابات دي بتبقى اوتو اميون، يعني الجسم هو اللي عامل الالتهابات دي، ولا بتبقى نتيجة الفريكشن مثلا الزيادة او التحرك الزيادة وهكذا. وهنشرح الادوية كلها بالايه بالسايد افكت بتاعتها، واهم حاجة هنعملها ان احنا ايه، يعني هندي زي نفرش في الاول كده، افهمك التوبيك نفسه او الفسيولوجي بتاع التوبيك ازاي او هو ماشي ازاي، بحيث تعرف كل دواء بيشتغل على ايه بالظبط وبيعمل ايه انهبيشن لايه او بيساعد في علاج المرض ده ازاي. طيب، نخش هنا. اول حاجه عندنا الاوستيوبروزس او الدراجز اللي بتعالج الاوستيوبروزس. ايه هو الاوستيوبروزس؟ يعني لو حد جه كده فكر معايا، ايه يعني ليه بيحصل اصلا اوستيوبروزس في اي حد، سواء ويبقى مينيفوزال ويمن او حتى الناس اللي بيجي لها اوستيوبروزس في سن صغير؟ ده نتيجه ايه؟ انا عندي مفروض البون ده زي ما انت شايف كده هنا في الصوره دي، عندي حاجة اسمها الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست. الأوستيوبلاست بتبني فيها بي بلاست بتبني، والأوستيوكلاست إيه؟ بتكسر. بكلاست يبقى بتكسر، تمام. طيب عشان نبدأ نعرف نشرح بطريقة أحسن هنقرا بس الجزء ده. Osteoporosis is characterized by imbalance in remodeling، زي ما قلنا في خلل في الميزان. برضو فاكر الميزان بتاع المرة اللي فاتت هو نفس الميزان، بس هنحط فيه حاجة جديدة، حتة واحد في البلاست ماشي، واحد هيبقى فيه ايه الكلاست. الكفتين دول طول ما هم متوازنين، البلاست شغاله زي ما الكلاست شغاله بنفس القدر بالظبط، يبقى انت كده في السليم. وهنعرف ليه ان الاوستيوكلاست مهمه. يعني ممكن واحد يجي يقول لي ليه اوستيوكلاست؟ احنا كده بناخد من العظم وبنكسر من العظم. هنعرف ليه الاوستيوكلاست دي مهمه جدا، وهي اصلا اللي بتساعد الاوستيوبلاست انها تشتغل، وهنعرف ازاي بالتفصيل. طيب، في الريموديل، عمليه الريموديلنج ريلاتيف انكريز في الريزوربشن، اللي هو شغل الاوستيوكلاست. ايه هو ريزوربشن؟ ده معناه اللي هو بيكسر يعني في العظم. that is not matched by اهو concomitant increase في concomitant increase في الفورميشن بتاعة البون، او شغل ايه في الاوستيو بلاست. ماشي، بيقول لك the bone matrix is normally mineralized but there is simply less bone. يعني ايه؟ يعني انت عندك الحمد لله انت البون ده متكون من، عندك فيه كالسيوم وفيه فوسفيت اللي هو البي او 4، تمام. انت بيقول لك المينراليزيشن، انا ما عنديش مشكله في الكالسيوم، ما عنديش مشكله في الفوسفات. يعني البون نورمالي مينرالايزد في المينرالز بتوعه، لكن في لس ايه لس بون. ليه؟ نتيجه ان الاوستيوكلاست شغاله اكتر من الاوستيوبلاست. طيب، نيجي نشرح الكلام ده عمليا كده. ايه الفكره كلها؟ انا عندي زي ما احنا عارفين اي سيل بيبقى ليها ايه ستيم سيل اصليه بتصنعها، تمام. خليك بقى مركز معايا في الجزء ده. لو فهمت الجزء ده، الحتة اللي جاية دي خلاص كده المحاضرة كلها بقت في الجيب، بقت سهلة عبيطة، هتذاكرها في ايه، في منت الا منت، تمام. طيب، اي حاجة ليها بريكيرسور زي ما قلنا او ستيم سيل. طيب، البريكيرسور ده بيتحول، سيبك بقى بيتحول يعني، سيبك من الكلام ده، بيتحول بقى بايه وبتاع. اهم حاجة ان البريكيرسور ده خلاص اتحول عندي بقى اوستيوبلاست، وبقى عندي ايه اوستيوكلاست. بس في نقطة هنا معايا، عندي حاجات اللي هي الرانك ريسبتور، تمام، والرانك ال اللي هو الرانك لايجند. اللايجند ده بيمسك في الريسبتور ده، هتلاقي الرانك ده موجود هنا في الاوستيو كلاست بريكيرسور زي ما انت شايف الاحمر ده، وموجود هنا برضو في المالتي نيوكليتد اوستيو كلاست. الفكره في الرانك ده ايه؟ ان هو بعد كده بيخش او بيمسك اللايجند ده، يجي يمسك في الاوستيوكلاست بريكيرسور، يحفزها انها تتحول تبقى مالتي نيوكلييتد اوستيوكلاست. لما تبقى مالتي نيوكلييتد انا محتاج يحصل لي اكتيفيشن عشان ابدا اشتغل، حد يحفزني او يشغلني يقول لي اعمل ايه بالظبط عشان اشتغل. يجي الرانك ده هو تاني مع حاجه اسمها الام سي اس اف، تمام. يعني سيبك من الاسامي، بس اهم حاجه ركز مع الرانك ده، لان هو ده هيبقى عليه دواء هنقوله. طيب، يجي الرانك ده زي ما قلنا يمسك يفعلها ياكتيفيت. ايه اللي بيحصل بقى لما يحصل لها اكتيفيشن الاوستيوكلاست دي؟ الاوستيوكلاست دي زي ما بتقول كده بتطلع اسيد وحاجات معينه كده بتكسر البون. الاسيد اللي بتطلعه ده ياكل في البون كده ويعمل لك الريزوربشن جاب. طيب انا دلوقتي عندي هكسر في البون. طيب هكسر للبون ليه؟ هو مش البون ده ممكن يحصل له ايدجينج، يعني يكبر، او يبقى فيه ديفكت مثلا معين، انا خلاص البون ده مش عايزه، حصل فيه ديفكت مثلا، في شرخ، في كسر، في اي حاجه، حتى لو حاجه ماينوت صغيره ما تحسش بيها انت، في ديفكت حصل فيه ايدجنج، ما بقاش شغال زي الاول، بقى هش او
او ضعيف محتاج يتغير، فطبيعي لازم اغيره، لان هو لو فضل كده العظمه ممكن تتكسر كلها. طيب، يجي بعد كده الاوستيوكلاست تشيل الحاجات اللي هي الديفكتيف واللي انا مش عايزها دي، تمام، وبعد كده يحصل ايه بقى، ايه، اكتيفيشن للاوستيوكلاست نفسها، تعمل اكتيفيشن للاوستيوبلاست. طيب الاوستيوبلاست هيحصل لها الاكتيفيشن ده، بلاست هتبني، هتبدا تعمل ريموديلنج وايه، تعمل او تكون طبقه ايه، بون جديد. تمام، ده بالنسبه ايه للجزء ده. يبقى احنا العمليه بتاعت البون ماشي فيها ايه، ماشي فيها شغل الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست في الريموديلنج، زائد ان انا عندي، انا ما هو انا بعمل ريموديلنج ده بايه، عندي بعمل ريموديلنج ده بالكالسيوم، فلازم يبقى عندي كالسيوم كفايه في الجسم، بحيث ان ايه، لو انا احتجت كالسيوم اقدر اخد كالسيوم ايه من الدم، وابدا الاوستيوبلاست ايه، تشتغل بيه. تمام، ده بالنسبه ايه لايه الحته دي. يبقى احنا عرفنا كده ان انا عندي الرانك لايجند ده هو مفتاح كل حاجه. تمام، بيعمل ايه الرانك لايجند ده، بيأكتيفيت الاوستيوكلاست. اول حاجه يخليها مالتي نيوكلييتد، تبدا يحصل لها تكبر، وبعدين يعمل لها اكتيفيشن عشان تعرف تشتغل. طيب في حاجه اسمها الاو بي جي، او مش عارف اسمه الاوستيو، مش عارف بروجستيرين حاجه زي كده. هتلاقي الاو بي جي ده ماسك مع ايه، مع الرانك ايه، لايجند، بيمسك مع الرانك لايجند عشان يفعل الايه الاوستيوبلاست. المهم يعني ده مش مهم قوي، مش موضوعنا، الموضوعنا الرانك ال ده ركز معايا، لان هو ده ايه، لب الموضوع، هيبقى عليه دواء ايه هنشرحه ان شاء الله. طيب، يبقى احنا قلنا عندي الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست هم اللي لهم علاقه بالريموديلنج، زائد توافر المينرالز اللي هي الكالسيوم وايه الفوسفيت. تمام. طيب، ده كده ايه، خلصنا جزء البون، نخش على جزء ايه الاندوكراين. في الجزء الاندوكراين ده بسيط جدا، وانتوا ايه اعتقد عارفينه، الموضوع بس خدتوه قبل كده في ثانويه عامه، لو ثانويه عامه، واعتقد في الاي جي خدتوه برضو. إيه الكالسيوم والفوسفيت ريجوليشن، انا مش قلت لك ان انا عندي البون اوستيوبلاست واوستيوكلاست، وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي وايه المشكله اللي ممكن تحصل، لازم بقى نشوف الكالسيوم وايه والفوسفيت ريجوليشن. الفكره عندي، لو انت خدته اندوكراين، انا مش عارف غالبا ما خدتوش اندوكراين، عندك الثيرويد، عارفين انها بتطلع الثيرويد هرمون، وبتطلع هرمون تاني مهم، المنسي، بسميه المنسي ليه، لان كل الناس بتنساه، بيركزوا مع الثيرويد وبينسوا ايه المنسي ده، الكالسيتونين، مع انه مهم جدا والله. يعني هو لولا ما كانش عمل البالانس بتاع الكالسيوم فوسفيت في الجسم. الكالسيتونين، الكالسيتونين ده بيعمل ايه، زي ما بالبلدي كده، ده بيقلل الكالسيوم في السيرم او في البلد. تمام، وبيقلله في البلد، فبالتالي بيزوده في ايه البون، بكل بساطة وكل سهولة. تمام، ده بالنسبة ايه للكالسيتون. طيب، نيجي للباراثايرويد هرمون، او الباراثايرويد جلاند اللي بتطلع الباراثايرويد هرمون، بيعمل ايه، بتعمل ايه الباراثايرويد ايه، الباراثايرويد هرمون ده افكته بسيط جدا على البون، يزود البون تيرن اوفر. ليه؟ لان هو بيعاكس، يعني مش بيعكسه، بيحاول يعكس الافكت بتاع الكالسيتونين، يزود الكالسيوم في البلد، ماشي، ويقلله في البون، فبيزود البون تيرن اوفر. يبقى احنا كده كده عرفنا نقطة، ماشي، دي اول حاجة. البي تي اتش افكت على الكدني بيعمل ايه، بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الكدني. طيب، وبيعمل حاجة جميلة جدا، ودي اللي هتدينا الافكت التالت اللي هنقوله، بيعمل اكتيفيشن لمين، للفيتامين دي 3. اكيد عارفين، كلنا عارفين الفيتامين دي 3 ده عمالين يتكلموا عليه الفتره الاخيره، انت لا، انت عندك نقص في فيتامين دي، لا انت لازم تاخد فيتامين دي وبتاع، لا ده انت صحتك مش عجباني وبتاع. الاكتيفيشن بتاع الفيتامين دي 3 ده بكل بساطه ده بيؤدي لحاجه اندايركت هو بيعملها الباراثايرويد هرمون، ان هو بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في السمول ايه انتستين. طيب، يبقى احنا كده عرفنا ده بيعمل ايه، الباراثايرويد هرمون بيعمل ايه، بيزود الكالسيوم في البلد، بيزود البون تيرن اوفر، فده هيبقى حاجه وحشه بالنسبه لي في حاله الاوستيوبوروزس. تمام، لان انا اصلا عندي مشكله في البون، في تيرن اوفر زياده في البون، ومفيش يعني مفيش بيلدينج كويس في البون، او البون مش عارفين نعمل فيه ريموديلنج كويس. بيزود الاكتيفيشن، او بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي 3، فبالتالي يعمل ايه، يزود الري ابزوربشن بتاع ايه، او بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في ايه السمول انتستين. طيب، ده بالنسبه ايه لهذا ايه الجزء هنا، دي جزء الكالسيتون اللي قلت لك عليه، هيقلل الكالسيوم زي ما قلت لك في البلد، هيمنع الري ابزوربشن بتاعه عشان اطلعه في اليورين، وهيمنع الري ابزوربشن بتاعه في الكدني برضو عشان اطلعه، وبيزود الترسيب بتاعه، البروموتد ديبوزيشن اوف الكالسيوم في البون. فده ايه معناه، ان انا هشغل الاوستيوبلاست اكتر من الاوستيوكلاست. يبقى احنا كده عرفنا ايه فكره الكالسيتونين ايه هرمون.
طيب نيجي نخش كده يعني زي ريكاب بسيط على الحتة دي. يبقى احنا قلنا كده انا عندي العظمة اهي. ايه الحاجات اللي بتأثر على العظمة او العظم؟ هرمونات، هرمونين، الثيرويد والباراثيرويد. ثيرويد كالسيتونين بيبقى كويس على العظمة، يعمل يزود الديبوزيشن، لسه قايلين اللي هو الكالسيتونين يعمل ديبوزيشن للكالسيوم وبتاع ويأكتيفيت الاوستيوبلاست ويقلل الاوستيوكلاست. تمام. والباراثايرويد بتعمل افكت انا مش عايزه، بس العجيب ان انا هقول لك ان احنا بنستخدم ده دواء، ولما نجيله هتستغرب قوي. هتلاقي ان هو بيقلل او بيزود البون تيرن اوفر وبيقلل الكالسيوم ايه في البون. الجت او المعده او السمول انتستين قلنا مهمتها ايه؟ يحصل فيها اكتيفيشن للفيتامين دي 3 فيعمل لي ري ابزوربشن للكالسيوم اللي هو بيروح للبون، فيزود ايه؟ عمليه ايه؟ ريموديلنج، او يزود ايه؟ الكالسيوم ديبوزيشن في البون. طيب بالنسبه للكدني نفس الكلام برضو، بتمنع حاجه اسمها بيعمل ري ابزوربشن او بتزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم، فبالتالي الكالسيوم يزيد، فالكالسيوم لما يزيد في البلد يطلع منه للبون فيعمل ايه؟ كالسيوم ديبوزيشن في البون. ده بالنسبه ايه؟ للجزء ده. طيب نيجي بقى نخش على هذا الجزء. قلت لك الستيم سيل هتتحول اوستيوبلاست، الاوستيوبلاست هي اللي بتبني، فاحنا عايزين نحفز في حاله الاوستيوبروزس. انا الاوستيوبلاست الايه؟ الاكشن بتاعها قليل، فانا عايز ازود الاكشن بتاعها، فبقى ايه؟ ببقى عايز احفزها. طيب وعندي هنا الاوستيوكلاست برضو نفس الكلام، دي انا ببقى عايز اقلل ايه؟ الاكشن بتاعها، لان هي بتبقى مجنونه شغاله زياده عن ايه؟ اللزوم في البون. طيب الفيتامين دي 3 زي ما قلنا ان هو بيزود الري ابزوربشن، او الفيتامين دي عموما بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الجت، فبالتالي بيزود الكالسيوم ديبوزيشن، فبالتالي انا محتاج اعمل ريموديلنج. فعشان اعمل ريموديلنج لازم اكتيفيت حاجتين، اكتيفيت الاوستيوكلاست وايه؟ والاوستيوبلاست. فهو بيعمل ايه؟ النقطه ايه دي. تمام. تمام. طيب ده كده بالنسبه ايه؟ الى هذا الجزء. نخش بعد كده على ايه؟ جزء الادويه. طيب رجعنا لكم يا شباب، مع بقى ايه؟ نبدأ نتاكل او نبدأ إيه؟ نفصص الأدوية واحد واحد اللي شغالة على ايه؟ البون. أول حاجة وأكيد أنت توقعتها وكلنا توقعناها، مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم بكل بساطة اهو. ليه؟ أنا زي ما احنا كنا لسه شارحين ولسه قايلين، قلت لك الكالسيوم ده من المينرالز اللي موجودة في البون واللي بتكون البون وبتخلي البون قوي وبتساعد على عملية ايه؟ البون ايه؟ ريموديلنج. وشرحنا ايه هو ايه البون ريموديلنج. طيب. طيب فانت كده كده هتديله كالسيوم، بس هو الكالسيوم ويك انتي ريزوربتيف. يعني ايه ويك انتي ريزوربتيف؟ يعني ما بيمنعش التكسير قوي، يعني مش بيمنعه تماما او بيمنعه بنسبة كبيرة، لا بيمنعه بنسبة ايه؟ قليل. فبالتالي لما اجي اقول لك الكالسيوم، سواء كالسيوم او سواء فيتامين دي، فيتامين دي اللي هو موجود فين؟ بيجي لازم تتعرض للشمس وتاكله في الدايت، او لو كده بتاخد له سبلمنتيشن. زي الموضوع اليومين دول ده ماشي، اي حد عنده اي حاجه يقول لك انت عندك نقص فيتامين دي. طب يا ابني ممكن كيف لو ما عندوش نقص فيتامين دي؟ يعني مش لازم عشان عنده اعراض شبه اعراض النقص بتاعت الفيتامين دي يبقى عنده فيتامين دي، ممكن يبقى عنده حاجه تانية يعني. طيب الفكرة في الكالسيوم مع الفيتامين دي زي ما انت شايف هنا بيدوه في دواء اسمه الاوستيوكير. ده بيدوه للناس اللو ريسك. يعني ايه لو ريسك؟ يعني مثلا ست بعد المينوبوز وما عندهاش اي مشاكل في البون، وشافوا لها البون دينستي بتاعتها لقوها ايه؟ كويسة، بس بتاخده يعني زي ما نقول كده تاخده بروتكتيف. ليه؟ يعني الحماية، بحيث ان هي لو فضلت بعد المينوبوز ما خدتوش هيت ايه؟ البون دينستي هتقل، ممكن يحصل لها ايه؟ باثولوجيك فراكشرز ومشاكل. فايه بنتقي بقى ايه المشاكل دي، وبتاخد ايه؟ كالسيوم وفيتامين دي. واعرف بس ان الكالسيوم بيبقى للناس المايلد اهو، مايلد ريدكشن ان ريسك ان فراكشر ريسك، او الريسك بتاع الفراكشر. فبالذات بنديه في الايه؟ في البوست مينيبوزال ايه؟ ومن هنعرف ليه في البوست مينيبوزال ومن عشان الاستروجين بيقل او ما بيحصلوش خلاص سكريشن بعد المينيبوز. طيب ده بالنسبه لايه؟ للجزء ده ايه دي. نيجي نخش على اول دواء حقيقي بقى معانا، البسفوسفونيتس. ماشي، البسفوسفونيتس ايه هي البسفوسفونيتس دي؟ بس بالبي بتعمل بايند للبون. تمام. للبون سيلز الاوستيوكلاست وتعمل لها انهبيشن، تعمل الاوستيوكلاست انهبيشن. ويعني اندايركتلي ستيميوليت الاوستيوبلاست اكتيفيتي قليله جدا تكاد تكون مش موجوده. فاهم حاجه في الميكانيزم بتاع، لما اجي اقول لك الميكانيزم بتاعه ايه هتقول لي بيجي بيعمل بايند في البون في الاوستيوكلاست في حته كده اسمها الهيدروكسي مش عارف ابيتايت حاجه زي هيدروكسي ابيتايت. ماشي، هيدروكسي مكتوبه تحت اصلا هنا يعني. هيدروكسي ابيتايت بيمسك فيها ويمنع الاوستيوكلاست ايه؟ من انها ايه؟ تعمل ريزوربشن ايه؟ في
البون بيعمل بقى الانزيمز اللي قلنا بتنزل اللايزومال انزيمز واللاكتيت او الاسيدز اللي بتطلعها عشان تعمل ايه، تعمل ريزوربشن ايه في البون اللي هو الهيدروكسي اباتايت، هو ده الحته اللي بتمسك فيها. بيقول لك هنا في السطر ده برضو بيحس ان احنا اتكلمنا على الهيدروكسي اباتايت، بيقول لك ان هو الفرق ما بين الانواع المختلفه من البسفوسفونيتس اللي انت شايفها قدامك دي كلها، البايندنج افينيتي على حسب ما الدواء بيمسك في الهيدروكسي اباتايت على حسب البوتنسي بتاعت الانهبيشن. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ممكن دواء مثلا منهم اقول لك ده هتاخده كل يوم اورال، وهنعرف ان الاورال ليه مشاكل وساعات ما بيفضلوش الاورال في البيسفوسفونات الا لو هتعمل كام حاجه. او نوع تاني يقول لك لا ده انت تاخده مره في الشهر، مره في الاسبوع، كل 3 شهور تاخد لي انترافينوس انفكشن، فاهمني، او تاخد لي كل سنه ايه انترافينوس ايه انجكشن، على حسب ايه الافينيتي، على حسب ما بقول للعيان الريجيمين اللي هو هيمشي عليه، وعلى حسب برضه حاله العيان. يعني انا مش عيان مثلا عنده الحته حاجه مايلد قوي تديله وان سيرلي انترافينوس ايه انجكشن بكميات كبيره، لا انت بتدي لكل عيان على ايه على حسب ايه الديفكت او المشكله اللي عنده قد ايه. طيب لما يجي يقول لك دواء زي ده، خلاص كده قلنا الميكانيزم هيمسك في الهيدروكسي ابيتايت يمنع الاوستيوكلاست انها تكسر، خلاص يبقى ايه كده انا مش هكسر، وهيبقى مش هيجي جنب الاوستيوبلاست. فخلي بالك انا برضو هنا ايه ضربت حاجه مهمه جدا من عمليه الريموديلنج. يعني لو جينا هنا كده قلنا كده هنا الميكانيزم في اكشن اهو، فين القلم اهو القلم معايا. طيب اوكي طب ماشي، الميكانيزم في اكشن قلت لك هيمسك في الاوستيو كلاست يعمل لها انهبيشن، فبالتالي مش هتكسر. فبالتالي خلي بالك انا قلت لك الاوستيو كلاست الناس كلها فاكراها سيئه جدا، بس هي مش سيئه، هي كويسه. ليه؟ انها بتشيل لك الاولد بون او البون اللي فيه ديفكت او اللي فيه مشكله. فبالتالي لما البيسفوسفينات جه قفل الاوستيوكلاست، فانا بالتالي مش هيحصل ايه تيرن اوفر للبون، تمام. فبالتالي البون اللي عندي هيحصل له زي ما تقول كده ايه يخش في عملية الايدجينج، يكبر. فبالتالي بعد كده هنلاقي ان البيسفوسفونات مع اللونج تيرم يوز طبعا من 3 5 سنين، آه، مع ان انت بتديله الدواء ده باستمرار، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اللي انت كنت خايف منه هيحصل. انت كنت بتديه ليه؟ عشان ما يحصلش باثولوجيكال فراكشر او فراكشر، بيحصل لك اتيبيكال فيمر فراكشر، تمام. وممكن يحصل اوستيونيكروزس ايه في الجو هنا اهو، تمام. ليه بقى بيحصل؟ لان انا قلت لك قفلت الاوستيوكلاست، البون حصل له ايدجنج، خلاص بون بقى ضعيف بريتل هش بيكسر. طيب بيحلوها ازاي الموضوع ده؟ يعني بيحلوا الدنيا دي ازاي؟ كل فتره لما بيلاقوا البون ماس دينستي خلاص بدأت تعلى بنسبة بطيئة، ونعرف ليه بالبي ام دي او البون ماس دينستي بتعلى بكمية بطيئة او بنسبة قليلة. لما بيلاقوا انها بتعلى كده بيبداوا يوقفوا الدواء شويه، بحيث ان هو ايه يحصل الانهبيشن اللي كان على الاوستيوكلاست ده خلاص مبقاش موجود، وبالتالي يحصل ايه تيرن اوفر والبون ايه يبدا ايه يتجدد. طيب ماشي، ايه السايد افكت بتاعت البيسفوسفونيتس؟ لقوا ان البيل نفسها بتاعت البيسفوسفونيت دي لو انها كروزف بتعمل مشاكل في الجي اي تي كله، في الاسوفيجاس تعمل اسوفاجيتس، ماشي، وبتزود لك وتعمل ألسرز ومشاكل جدا مع في الجي اي تي عموما، تعمل لك ألسريشن جاستريك ألسريشن، بالذات بقى لو العيان ده زي ما قلنا بياخد انزيد. لو شفت المحاضرة اللي فاتت يبقى هو كده قلل له الحاجات البروتكتيف للجاستريك، فاهمني، وزود له الجاسترين ونزل له حاجة كروزيف، فكده عسل كده الراجل ده كده 100% هيجي له ايه جاستريك ايه ألسريشن، فهي كونتراديكتد مع ايه الانزيد اللي انت تديهم مع بعض. طيب الدواء ده عشان هو كروزيف كده وصعب جدا، لازم اول حاجه بتاخده ابرايت، يعني انت واقف ستيل كده زي الراجل المحترم ده، بتبقى واقف وانت واقفه، وبعد ما تاخده تقف مش عارف من عارف ربع ساعه ولا نص ساعه تفضل واقف كده بحيث ان هم بيعذبوك، ماشي، تمام. وتاخده على معده فاضيه عشان يقدر يشتغل بامتي ستومك، وبتشرب معاه بلين ايه ووتر، ما تاخدش معاه اي حاجه تانية عشان ما ايه الدواء يعني الدواء يشتغل بالايه باعلى افيكاسي بتاعته امتي ستومك. وبيعمل ايه قلنا ايه كمان؟ وبتاخده مع بلين ووتر، ماشي. يبقى قلنا كده لو جينا عملنا ريكاب سريع للبسفوسفونات، قلنا البسفوسفونات دول أدوية مش شغالين يمنعوا التكسير بتاع البون، تمام. بس احنا هنعرف في أدوية تانية بتمنع الأوستيوكلاست شوية، يعني بتشغل الأوستيوكلاست فترة صغيرة وبعدين تشغل بعدها الأوستيوبلاست. ده من أحسن الأدوية، بس بنخليها إيه في الريليت ستيجز يعني.
تمام. يبقى هو بيمنع الاوستيوكلاست انها تكسر، تمام. فبالتالي ما بيحصلش اي اسمه ايه ده تيرن اوفر في البون، فبالتالي ما بيحصلش اني فراكتشرز او كده في حالات الناس اللي عندها ريسك الاوستيوبوروزس. بس للاسف كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. بيحصل ايدجنج في البون، او البون ايه بيبدا يحصل فيه ديفكت وكده. فبالتالي بعد فتره طويله شويه من الاستخدام بيبدا يحصل حاجات غريبه، اتيبيكال فيمر فراكشر واوستيونيكروز ايه في الجو. الاوستيونيكروز في الجو دي، ويحصل نيكروز اصلا في البون، ده نتيجه ايه؟ واحد خد له تروما جامده جدا، انفكشن وهكذا. لكن ما بتحصلش ايه، مش حاجه كومن قوي. الحاجه الكومن جدا وبتحصل مع كل الناس الجي اي افكت دي. هي العام ممكن يستحملها يعني توليرابل. بس الفكره ان انت لازم تتبع التعليمات، تقف ستيل، تقف ابرايت. يعني انت لو واقف ابرايت كده، الدواء ايه هينزل على طول في الاسوفاجس، مش هيقعد شويه. لكن لو انت تخيل معايا قاعد بزاويه كده، فانت هنا هينزل يقعد حبه شويه في الاسوفاجس لغايه لما ايه ينزل يروح كده. فبالتالي ايه بيقلل لما بتقف ابرايت، بيقلل ايه النسبه بتاعه الايه ان يجيلك ايه اسوفاجيتس. طيب، ده بالنسبه للبسفوسفونات. الكالسيتونين، عايزين نقول الكالسيتونين نشوفه الاول في المحاضره وبعدين ايه نجيله. تعالى كده نشوف لو في حاجه تانية كتبناها. قلنا الريفلكس اسوفاجيتس، بيبتيك ألسر، البون بين والحاجات دي شرحناها. طيب، بنديه امتى؟ بنديه في الاوستيوبوروزس، ده اساسي. طيب ايه الباجيت ديزيز ده؟ تخيل معايا انا لو جيت قلت لك ان دي عظمه عندي معايا اهي، عامله كده، ماشي، عامله بهذا ايه الشكل، عظمه معاقه شويه. قلت لك ان في مرض اسمه مرض الباجيت ديزيز. الباجيت ديزيز ده بيروح على العظمه، وشايف الاوستيوكلاست دي بيعمل لها اكتيفيشن بغباء جدا اكتر من الاوستيوبلاست. فتخيل لما اجي اقول لك، لو جينا قلنا، فاكر الميزان بتاع اول المحاضره؟ عندي ميزان كده، كفه هنا للاوستيوكلاست وكفه للاوستيوبلاست. قلت لك كفه الكلاست دي وكفه البلاست، لو قلت لك ان كفه البلاست دي زادت جامد جدا عكس الطبيعي، والبلاست دي مش هقول لك انها قلت، لا، هقول لك انها ايه كونستانت، زي ما هي ثابته زي ما هي. انت ايه اللي هيحصل؟ التيرن اوفر اللي هيحصل في البون، هبقى بشيل بون اكتر من البون اللي انا ببنيه. فبالتالي هيجي لي ريسك فراكشرز عالي جدا، باثولوجيكال ايه فراكشرز من اقل خبطه ومن اقل اي حاجه. وممكن حتى وانت قاعد كده تلاقي فجاه جالك فراكشر، فاهمني؟ طيب، فبنستخدمه طبعا في الباجيت ديزيز. ليه؟ لان احنا قلنا بينهبت الاوستيوكلاست، فهيقلل الاوستيوكلاست اكتيفيتي بنسبه كبيره. والبلاست كده كده زي ما قلنا ما حصلش فيها حاجه كونستانت، فبالتالي ايه هيرجع ريموديلنج ايه زي الطبيعي. طيب، في حاله إيه برضو ايه الهايبر كالسيميا واي ايه ميتاستاتيك بون ديزيز، لان هو بيعمل كده. فبالتالي ايه بيقلل الكالسيوم، بياخد الكالسيوم يوديه للبون عشان يعمل ريموديلنج، لان الاوستيوبلاست هي شغاله مش مقفول، مش قافله. فبالتالي ايه في حالات الهايبر كالسيميا برضو ايه بنستخدمه اول ميتاستاتيك بون ايه بون ديزيز. طيب، بيقول لك because the bisphosphonates are retained in the skeleton for prolonged periods the usual plasma pharmacokinetics اللي هي اليوجوال دوزنج زي ما قلت لك، مش مش ما ينفعش تابلاي اليوجوال دوزنج عليه، لان احنا زي ما قلنا على حسب البايندنج افينيتي بتاعت الهيدروكسي ابيتايت بندي ايه الافينيتي بتاعت البايندنج بتاثر على البوتنسي او قوه الدواء في ان هو يعمل انهبيشن للاوستيوكلاست او يمنعها من انها تكسر البون. فبالتالي ايه الريجيمنت بتبقى ايه زي ما قلنا ايه مختلفه. طيب، ماشي، ده بالنسبه ايه لهذا الجزء. طيب، الكالسيتونين، تعالى نمسح كده الكلام ده. طيب، ايه هو الكالسيتونين؟ كنا شرحنا الكالسيتونين او شرحنا الافكت بتاع الكالسيتونين. لو جيت افتكرنا هنا او طلعنا فوق اهو الصوره هنا اصلا. طيب، الكالسيتونين قلنا الكالسيتون ده بيطلع منين؟ ده والله ده تاني هرمون بنسميه المنسي. ليه المنسي؟ لان الناس كلها بتفتكر الثيرويد هرمون وبتنسى ايه الكالسيتونين مع انه مهم. طيب، ايه الميكانيزم في اكشن بتاعه؟ قلنا بيطلع من الثيرويد جلاند، بيأثر على الكدني، يأثر على البون، يأثر على الجت، تمام. بيعمل ايه هناك؟ انا دلوقتي عندي كالسيوم كتير في الدم، عايز اتخلص منه عن طريق ثلاث حاجات، تمام. يا اما هخزنه، دي اول حاجه. يا اما هخرجه بره الجسم عن طريق حاجتين، يا هخرجه عن طريق اسمه ايه ده الانتستين، او هخرجه عن طريق ايه الكدني في اليورين. يبقى انا لو هخزنه فين؟ هخزنه في البون، تمام. فهو بيبروموت الديبوزيشن او ترسيب الكالسيوم جوه ايه والبون، وده بالتالي بيعمل ستيميوليشن للاوستيوكلاست اكتر من ايه الاوستيوبلاست. ده بالنسبه ايه الجزء ده بتاع البون. ده الجزء ايه التخزين اهو، ماشي. طيب،
بالنسبه للجزء بقى ايه ان انا اخرجه او اتخلص منه عن طريق اليورين، يبقى همنع الري ابزوربشن بتاعه في الكدني. ماشي، في الكدني. طيب بالنسبه للانتستين نفس الكلام، همنع الري ابزوربشن بتاعه في ايه الانتستين. طيب ده كده بايه، ده كان الميكانيزم بتاعه. طيب الميكانيزم بتاعه بقى ايه يعني؟ لو حد يحاول يفكر كده يقول لي ايه السايد افكت. انا كده قللت اللور كالسيوم ليفلز او الكالسيوم ليفل، عملت لورنج للكالسيوم ليفلز في البلد. طيب الكالسيوم ده اول حاجه مفروض ان هو ليه علاقه بالجات موتيليتي. انت عندك الجات موتيليتي دي سموث ماسل شغاله بالكالسيوم تعمل كونتراكشن، فبالتالي لما اقلل انا الكالسيوم في البلد هقلل الجات موتيليتي. تمام، زائد ان الدواء نفسه شغال على بعض الريسبتورز اللي في الجات بتاعت الموتيليتي ريسبتور او موتيلين ريسبتور. تمام، وشغال برضو على في اريا في البرين شغال عليها كده، دي اللي بتديك الاحساس ايه بالنوزيا، او ان انت عندك ايه دايخ. تمام، في اريا معينه في البرين، بلاش نقول اسمها عشان اسمها رخم. طيب يبقى انا كده عملت قللت الجات موتيليتي، يبقى الاكل قعد في المعده كتير، الفود قعد في المعده وقت اطول، فبالتالي ممكن يعمل لك فوميتنج، ينشيت الريفلكس بتاع الفوميتنج، ويعمل لك ايه نوزيا وفوميتنج، نتيجه ان انا عملت حاجتين: قللت الجات موتيليتي فبالتالي الاكل قعد كتير عمل لي نوزيا وممكن يعمل فوميتنج، واشتغلت على الاريا اللي في البرين اللي بتعمل ايه نوزيا. طيب يبقى ده كده بالنسبه ايه اول سايد افكت. تاني سايد افكت هو طعمه وحش، unpleasant taste، ودي حاجه ايه كاركترستيك ليه في الايه، لان مفيش دواء من الادويه اللي هنقولها النهارده ايه unpleasant taste. يبقى انا كده لو جيت قلت لك اديت عيانه جات لي اديتها دواء يعالج هو يقول لك كده مثلا في السؤال اديتها دواء بيعالج الاوستيوبوروزس مثلا، والدواء ده والله هي اشتكت منه ان هو مثلا طعمه وحش، يبقى انت كده ايه مع الحاجات التانية طبعا اللي قالها لك في الكيس طعم وحش دي تخليك تمشي مع ايه الكالستونين. طب قال لك العيان تقول لي يا دكتور انا بعد ما باخد الدواء بحس بحرقان كده ايه في زوري، وحاسس ان عندي زي قرح في المعده او كده، يبقى ده كده ايه البيسفوسفونيت. يبقى هو ممكن يجيب لك ايه الدواء كده بهذه الطريقه. طيب التنجلينج سensation، يعني ايه تنجلينج سensation؟ عارف احساس بالتنميل او شكشكه في ايدك كده في النيرف، حاسس ان انت ايه ايدك على طول منمله او رجليك منمله. طيب التنجلينج سensation ده عشان نعرف بيحصل ازاي، احنا قلنا اول حاجه مربط الفرس ان انا بقلل الكالسيوم في البلد، فانا بالتالي لما بقلل الكالسيوم في البلد يبقى الكالسيوم عندي ايه قل في النيرف. تمام، وانا عندي عارفين ان هو نيورو ماسكولار جانكشن اللي هو نيرف متوصل مع المصل عشان يديها الاوردر تشتغل. طيب احنا قلنا عارفين النيرف ده، لو جيت رسمنا النيرف كده اهو، تمام، ده النيورو ماسكولار تمام جانكشن، ودي المصل اهي بتاعتي. طيب احنا عارفين ان هي النيرف في بوابات كالسيوم شغاله بتدخل ايه بتخش جوه ايه تفعل او تشيل تلايس الفيسيكل اللي فيها النيورو ترانسميتر الصغير ده. لو جيت نصغر ده عشان نكتب كده بخط كويس، خلي ده 3. طيب لو جيت قلت لك هنا في حاجات صغيره كده، دي هي دي النيورو ترانسميتر، خلاص فرقعت بالكالسيوم اللي دخل. الكالسيوم النيورو ترانسميتر جه، النيورو ترانسميتر بيمسك في الريسبتور بتاعه، ماشي، وبعدين بيعمل ايه بقى؟ بيفتح البوابات. لو جيت كبرت لك البوابه وقلت لك دي بوابه بتاعه الصوديوم فولتج جيتد صوديوم شانل، هي دي الاساس بتاع ايه الكونتراكشن في المصل، او ان هو يحصل ايه الاكشن بوتنشال يحصل وايه واسمه ايه ده ويحصل كونتراكشن في المصل. لو جيت قلت لك ان انا عندي دي البوابه من بره، الحته دي كده اللي بالازرق دي هنا دي من بره، وقلت لك ان انا عندي هنا في جارد، الجارد ده مين؟ هو الكالسيوم. لو موجود بكميات كبيره بيعلي حاجه اسمها ايه الثريش هولد بوتنشال، هتكتبها كده ثريش هولد بوتنشال بتاع البوابه دي ثريش هولد بوتنشال. ماشي، يبقى هو علالي حاجه اسمها ايه الثريش هولد بوتنشال بتاع البوابه. ايه هي الثريش هولد بوتنشال دي؟ احنا مش عارفين عشان يبدا الاكشن بوتنشال او نبدا نفاير اكشن بوتنشال لازم ايه الممبرين يوصل لنيجاتيف 55، صح؟ من جوه من هنا يوصل الكهرباء اللي حاجات بوزيتيف كتيره تدخل، تمام، صوديوم لغايه لما يوصل نيجاتيف 55 ام في، بعدين بتضرب بقى الاكشن بوتنشال بقى. انا لو جيت قلت لك ان انا لو عندي كالسيوم كتير، الحاجات اللي هتدخل جوه ال- البوابه دي الكالسيوم عامل زي البودي جارد، اقول لها بس كده مفيش حد هيدخل ايه، لازم حد بايه مش لازم يبقى كده هيعلي ايه هيعلي الثريش هولد بوتنشال بتاع البوابه، لو كان نيجاتيف 55 لا يبقى نيجاتيف مثلا 40، يبقى نيجاتيف 30. فبالتالي انت محتاج بوزيتيف ايونز اكتر تدخل جوه او جوه البوابه عشان ايه
تظبط ايه توصل للايه للثريش هولد بوتنشال ده اللي هو نيجاتيف 40 ام في. فبالتالي كده ايه، لو جيت قلت لك ان الكالسيوم ده اللي هنا اللي كان بيمنع الحاجات دي انها تدخل قل، مبقاش موجود او نسبته قلت، ايه اللي هيحصل؟ الله ينور عليك، الثريش هولد بوتنشال دي بدل ما كانت زادت هيحصل لها ايه؟ زي الفل هتقل. فلما تقل يبقى اقل حاجه تخش البوابه دي تقوم على طول عامله فاير الاكشن بوتنشال، فبالتالي ايه؟ اكسسيف فايرنج ده يحسسك بايه؟ بتنميل ايه في ايديك. يبقى هو الفكره كلها ايه؟ معلومه اعرفها، الكالسيوم لو موجود بكميات كبيره بيزود الثريش هولد بوتنشال، هو هنا مش موجود لان انا بقلله في البلد، فبالتالي الكالسيوم ايه قل، فالثريش هولد بوتنشال ايه قل معايا. فبالتالي اي حاجه معديه هتلمس البوابه دي او هتلمس النيرف ده، النيرف ده هيقوم ضارب على طول وعامل ايه؟ وعامل لك حته التنجلينج سنسيشن ايه في الماسل دي. ده بالنسبه ايه للكالسيتون. طيب ده احنا كده ايه قلنا ايه كل حاجة اعتقد هنا نفس الكلام. انا قلت لك ده بيقلل الكالسيوم ايه في الدم، فنستخدمه في الباجيت ديزيز. ماشي، بيستخدم برضو في الباجيت ديزيز لان انا كده مش هقدر افعل الاوستيوكلاست. تمام، هزود الكالسيوم في البون، فبالتالي لما بزود الكالسيوم في البون يعني بعمل ستيميوليشن للاوستيوبلاست وانهبيشن للاوستيوكلاست، فبالتالي بيساعد في الباجيت ديزيز. اي بقى حاله هايبر كالسيميا لان هو بيقللها في الدم. الكورتيكوستيرويد انديوزد اوستيوبوروز برضو بتعمل هايبر كالسيميا في الدم، هو بيقللها وهكذا. تمام، وطبعا بوست مونيفوزال ايه اوستيوبروز. ده كده ايه الاكشن بتاع الكالسيتونين. نيجي نخش على العجيب الغريب الذي يحير العلماء، التري باراتايد. التري باراتايد ده يعني مكتوب جنبه كلمة غريبة، انت لو خدت بالك منها هتستغرب، ريكومبايننت بارا ثيرويد هرمون. طيب لو فاكر لما عملنا الشرح اللي هو في الاول خالص جينا اتكلمنا عن الباراثايرويد جلاند، انا قلت لك الباراثايرويد جلاند بتعمل ايه. تعالى كده نقرب، الباراثايرويد هرمون بيروح تمام يعمل الكالسيوم فوسفيت ري ابزوربشن في الكدني. تمام، وبيعمل كالسيوم ريتنشن، وبيعمل اسمه ايه ده يعني الفوسفيت بيتخلص من الفوسفيت وبيعمل الكالسيوم اري ابزوربشن اكتر من الايه من الفوسفيت، فبالتالي بتلاقي ان في فوسفاتوريا معاه. طيب بيزود الفيتامين دي، بيأفكت على الفيتامين دي وبتاع، بس هو ايه بيعمل ايه في البون؟ ده بيعمل برولونجد، اللي هو برولونجد سكريشن، وهنعرف يعني ايه برولونجد سكريشن دلوقتي. بيحصل بون ريزوربشن، ده بيكسر البون. انت جاي هنا معلش انا اسف انت بتضحك عليا، حاططهولي في الادويه اللي بتعالج الاوستيوبوروز، هو بيعمل ذات نفسه في الحالات الهايبر باراثايرويدزم بيعمل لي اوستيوبوروسيس. هل ده معقول يعني؟ اقول لك السر، يعني عارف كلمة السر في كلمة واحدة موجودة هنا، هو كان كاتبها، احنا كان مكتوب هنا prolonged 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 يعني ايه prolonged؟ لو جينا هنا شفنا ايه جزء التريبوراتايد اللي احنا كاتبينه، انا مش عارف هو مكتوب ايه في المحاضرة اصلا. مكتوب في المحاضرة ان هو بيعمل استيميت للكالسيوم ابزوربشن في الرينال ديستال كونفوليوتد تبيول، وده قلنا ان هو ماشي، ده سهل ده قلناه. وبعدين بيعمل ريليز للكالسيوم فروم بون ثرو جي بروتين كابلد ريسبتور. انت كده هنا يجي لك ايه الايرور، ايه بيسموه ايرور ماتين. ليه جالك ايرور ماتين؟ بقول لك ريليز اوف كالسيوم فروم بون ثرو جي بروتين كابلد ريسبتور. ده انت بتشيل الكالسيوم وبتقول لي ان هو بيساعد في الاوستيوبروزس، انت بتهزر. ايه الفكره بقى؟ التريباراتايد ده انابوليك ايجنت، يعني ببني ببني ماشي، بيبني. طيب with the induction of new bone formation، يعني بيعمل نيو بون. تفتكر دي كانت مشكله اي دواء ان هو ما بيعملش نيو بون؟ الله ينور عليك، البيسفوسفونات. تمام، thus increase البون ايه البون ماس دينستي او الماس دينستي بتاعت البون. طيب وريديوس الريسك، طبعا لما هو يزود الدينستي او يزود الكثافه بتاعت العظم هيقلل الريسك بتاع الفراكشر، بديهيات يعني حماده هلال. طيب ايه الميكانيزم، او هو ازاي بيعمل كده وانت بتقول ان هو ريكومبايننت ان احنا عاملينه باراثايرويد هرمون؟ طيب الفكره بتاعته ايه؟ لو جيت شفت كده هنا الميكانيزم في اكشن، كلمه السر intermittent dose low dose intermittent low dose. يعني ايه intermittent؟ يعني متقطعه، يعني على فترات. يعني عمري ما اقول لك ده هتدي هل ينفع كده؟ طب لما اقول لك انا انترميتنت لو دوز، اقول لك ينفع تدي التريباراتايد ده كونتينوس انفيوجن؟ ده من اسمه كونتينوس انفيوجن، عكس ايه اصلا الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو لازم يبقى انترميتنت لو دوز. لما تديه انت انترميتنت لو دوز لقوا ان هو بيعمل حاجه غريبه جدا. انت انت عارفين الباراثايرويد بيطلع منين؟ الباراثايرويد هرمون بيطلع منين؟ الله ينور عليك، من الباراثايرويد جلاند، بديهيات برضو حماده هلال. طيب بيطلع ايه؟ كونتينوس سكريشن، يعني هو على طول بيطلع، مش بيطلع شويه وبيوقف شويه، لا هو على طول شغال بيطلع من الباراثايرويد بكميات بقى بتختلف الكميات.
بتاعته، يبقى في كونتينوس سكريشن. ففي حالات البارا هايبر باراثايروديزم، الكميه بتاعت الباراثايروديزم هو بتطلع بتزيد، فبالتالي بيعمل بون ريزوربشن عنيف جدا. ليه؟ لان الهرمون زاد طبيعي، ماشي، ريزوربشن. فبالتالي يجي لك بقى الاوستيوبوروزس. فهمت بقى الاوستيوبوروزس بيجي منين؟ ان هو من الكونتينوس انكريز او هاي دوز كونتينوس سكريشن. يبقى انا لو جيت لقوا ان هو الباراسايت نفس الهرمون بالظبط لما بيطلع بكميات، اول حاجه انترميتنت ولو دوز، ماشي، انترميتنت ولو، لو ان هو بيعمل حاجه جميله جدا. ده يعني انت كنا شرحنا السايكل بتاعت البون ريزوربشن، السايكل عامله ازاي؟ كانت دايره كده. عندي هنا اوستيوكلاست، دي الكلاست هعملها بالاحمر، وهنعمل لك التانية دي بلون تاني، نعملها لك باللون ايه، الاصفر. دي البلاست. يبقى البلاست اهي، والكلاست اهي، ماشي. طيب الكلاست كانت تكسر الاول البون القديم، الايجنج او الايجنج بون او البون الكبير الايجنج، ماشي، تكسره. وبعد ما تكسره خلاص هي كده دورها وقف، تقف شويه، وتيجي مكانها البلاستايه تقوم عامله لي ايه، تقوم عامله ايه، تبني البون جديد، تعمل ايه، عمليه ايه، ريموديلنج، او ان هي ايه، تحط بون جديد او تبني بون ماتريكس جديده. تمام، هي دي عمليه ايه، او دي السايكل بتاعت الريموديلنج. طيب انا هنا بعمل ايه، لقوا ان هو الدواء ده لما تديه انترميتنت لو دوز، اول ما تديه انترميتنت لو دوز هيبقى عامل ايه، على طول على البون يعمل ريزوربشن، ياكتيفيت الاوستيوكلاست. بس انت بعدين ايه، انترميتنت ولو، يبقى الدواء راح، مبقاش موجود، مبقاش فيه تيريباراتايد. يبقى ايه اللي هيحصل، السايكل هتقوم لفه رايحه للبلاست. البلاست الحاجات اللي كسرتها الكلاس دي تقوم ايه، بنياها، وهو بيعمل ان اكتيفيشن للكلاست اكتر من ايه، من التانية. هو بيعمل انكتيفيشن للكلاست دي، بيقللها خالص، وبيزود ايه، البلاست اكتيفيتي. فبالتالي بيقوم عامل ايه، خلاص كده، لما بيقل البلاست اكتيفيتي بتزيد قصدي. يعني هو معلش، هو بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الكلاست جامد، وقصادها الاكتيفيتي بتاعت البلاست دي ما اتأثرتش. فبالنسبة لي لو على فاكر الميزان، بالنسبة للميزان، واحد قللته والتاني ثابت، يبقى التاني زاد مع انه كونستانت، والبلاست زادت فعملت ايه، ريموديلنج، وزودت لي ايه، البون ماس دينستي. تمام. ده بالنسبه ايه، فبالتالي لما زودت البون ماس دينستي عملت لي ايه، ريديوس الريسك بتاع الفرتبرال ايه، فراكشر. طيب نفس، طيب انا بقول لك ان هو بيعمل كده، هيعمل لي هايبر كالسيميا، ده سايد افكت. لو تفتكر الادويه التانية كانت كلها اليوزس هايبر كالسيميا، كانت فيها بتيوز في الهايبر كالسيميا، سواء بقى البيسفوسفينيت سواء الكالسيتونين وهكذا. هنا ليه سايد افكت هايبر كالسيميا، لان انا زي ما قلت لك، انت في ايه فيز هو بيكسر فيها، الكلاست شغاله بتكسر في البون فبتزود الكالسيوم، فبتعمل لك ايه، هايبر كالسيميا في البون، في البلد. طيب ده بالنسبه ايه، للجزء ده. نوزيا وهيد اك، كل الحاجات دي كلها ايه، قلنا لا بيحصل فيها نوزيا ليه، امتى بيحصل نوزيا، لما الكالسيوم يبقى زياده. طب الكالسيوم ايه، بيزيد امتى فيه، لما قلنا كلاست الاكتيفيشن بتاعتها بيقف خلاص، بيحصل لها انهبيشن، شبه انهبيشن، والبلاست بتشتغل. فبالتالي ايه، الكالسيوم بيقل برضو ايه شويه. ليج كرامبس برضو نفس الكلام، يعني الحاجات كلها بتاعته ليها علاقه ايه بالكالسيوم، كرامبات، هايبر كالسيميا، الديزنس او نوزيا، نفس الشيء ايه، والهيدك. طيب. طيب التيربراتايد ده زي ما عرفنا ان هو دواء خطير، يعني دواء جامد وبتاع وبيبني وكده، ومختلف عن بقيه الادويه اللي قلناها. قلت لك ان هو انابوليك بيبني، وحط لك صوره الراجل المعضل ده، ان هو بيبني يعني جسمه، وده بيبني البون. طيب للاسف يعني مفيش، زي ما قلنا كده، الحلو ما بيكملش، ولازم يبقى فيه سايد افكت، وسايد افكت عنيفه. عشان كده لما جيت قلت لك الدواء ده، قلت لك الدواء ده بنستخدمه ايه، يعني عارف يوم ما الدنيا، واحد بيشنت هاي ريسك خالص في السيفير اوستيوبروزس، مش اي بيشنت نستخدمه معاه، فاهم. طيب ليه بقى، زي ما بقول لك كده، keep it last before the blast. يعني ايه keep it last، يعني خليه في الاخر قبل القنبله. ايه القنبله اللي هتفرقع عن العين، هيتكسر ايه، سيفير بقى اوستيوبروزس وسيفير فراكشر وباثولوجيكال فراكشر وبلاوي. ليه بقى، لان هو لقوا الاف دي ايه، قال لك الدواء ده يستخدم سنتين بس، اكتر من سنتين ما ينفعش، هتستخدمه سنتين لغايه لما البون ماس دينستي تعلى بتاعت العيان، وبعدين ايه، تشفت للبسفوسفونات. اشفت للبسفوسفونات ليه، اشفت للبسفوسفونات، ده التاني ده كان زي الفل وبيبني وبيكسر وكانه عمل سايكل لوحده في البون. ليه، قال لك ان انت لما هو بيعمل ان اكتيفيشن للكلاست دي، لقى ان في ابنورمال
ابنورمال حاجه غير طبيعيه، لان هو ده برضه خلي بالك ده ريكومبايننت جين، يعني ايه يعني مش حاجه الهيه، يعني مش الهرمون نفسه طالع من الجسم بالكميات الطبيعيه اللي بيطلع بيها، لا، ده بيطلع ايه، بتديله كميات يعتبر كبيره. فبالتالي الابنورمال اللي انت بتديله كميات كبيره بيحصل ابنورماليتي في البلاستات. البلاستات بيحصل لها ايه، بتتجنن. يعني ايه بتتجنن؟ اي حاجه تتجنن على طول اعرف انها ايه، كانسر. فبيزود الريسك بتاع الكانسر. فانت لما اجي اقول لك دواء زي ده تديه لعيان كان عنده هيستوري اوف بون كانسر، عيان عنده باجت ديزيز، مشاكل اصلا في ايه، في البون، في الكلاستات والبلاستات، لا، ده انت لو عملت له مشاكل، لو اديته في حاله البون كانسر هترجع له الكانسر تاني وهتجيب ليه بلوه زرقاء. تمام. فبالتالي الكانسر ده ريسك، ما بستخدموش مع اي حد عنده هيستوري للبون كانسر او عنده ايه، الباجيت ديزيز، لان الباجيت ديزيز برضو بيبقى لو اديته له هتعمل له ريسك برضو ان انت تجيب له بون كانسر وتعمل له ورسن اصلا الديزيز اللي عنده. فانت بتستخدم مع الباجيت زي ما قلنا الحاجات الخفيفه، الكالسيتونين، البسفوسفينات، وهكذا. وهنعرف برضو حاجه قويه جدا هنقولها، دواء قوي جدا برضو بيستخدم معاه. ده بالنسبه ايه، لايه، التريباراتايد. بعد كده نبدا نخش بقى ايه على الادويه ايه المعانا التانية. رجعنا هنا يا شباب للحاجة اللي قبل الأخيرة في أدوية الأوستيوبروزس. خلاص كده إيه، إحنا بنفنش في الأدوية بتاعة الأوستيوبروزس وهنبدأ نخش في الجوينت. نيجي للإستروجين. طيب إيه هو الإستروجين؟ أكيد كلنا عارفين إن الإستروجين ده هو الهرمون بتاع الإيه، بتاع السيدات أو بتاع إيه الستات، اللي بيساعد في الحمل والمنسترال سايكل والكلام إيه ده كله. طيب حد يجي يقول لي طب احنا ليه بنستخدم هرمون زي ده في علاج الاوستيوبروزس، او كان بيستخدموا الاستروجين ذات نفسه زمان في علاج ايه الاوستيوبروزس؟ طيب اجي اقول لك، بيقول لك هنا في الزمان كانوا بيستخدموا ريبليسمنت ثيرابي بتاعت الاستروجين دي في علاج ايه، الفيرست تشويس الموست ايه في الناس اللي عندها اوستيوبروزس في الايه بيري مينيبوزال وومن. ايه هي بيري مينيبوزال؟ ده مش بوست لسه، ده مش بعد مينوبوز، ده اللي هي الفتره الصغيره اللي بتبقى قبل بيري المينوبوز اللي هي بتبقى غالبا من سن 35 سنة ل 40 سنة، بيبقى ليها بعض الأعراض إيه اللي بتظهر زي irregular menses وكم حاجة تانية كده، وهوت فلاشز وحاجات كتير هنشرحها. طيب الاستروجين شغال ازاي طيب على العظم؟ بيقول لك هنا الاستروجين ريديوس الاوستيوكلاست جينيسيس، يعني بيمنع تكوين الاوستيوكلاست عن طريق ان هو بيقلل الحاجات اللي كنا شرحناها، الرانك. تمام. الرانك ده، الرانك والانترليوكين 1 الاثنين دول بيعملوا اكتيفيشن للاوستيو كلاست وبيزودوا البرودكشن بتاعها. طيب دلوقتي عشان نبدأ نفهم ليه بطلوا يستخدموا الاستروجين، لقوا اهو في الاستروجين ثيرابي has been linked to adverse effect، مشاكل في الكارديوفاسكولار سيستم، وهنعرف مشاكل اللي بتحصل ليه وهقولها لكم. ماشي. وانكريز ريسك للبريست كانسر لما بيستخدموه، لان هو في استروجين ريسبتورز في كذا حته في الجسم هنقول هي فين، وكمان بيحصل كانسر كمان في الايه، في الاندوميتريوم. فبالتالي لما انا جيت اعالج يعني تخيل كده معايا حد انت جاي تعالجه من الاوستيوبوروزس عنده مشكله في العظم، هتطلعه غالبا يا بكارديو فاسكولار ايفنت، يجي له MI ولا حاجه، او تطلعه باسمه ايه ده، ببريست كانسر او اندوميتريال كانسر. اقول لك لا، ده انا هات كده الشاكوش اللي معاك ده، انا هكسر العظم انا بايدي، ولا انت ايه، ولاش تديني ايه انت الدواء ده. طيب عشان نعرف الاستروجين شغال ازاي اكتر ونعرف ايه يعني عارف نحلل الامور كده، هنيجي هنا نبص على الكلام الجميل اللي هنا ده. طيب احنا هنا كاتبين ايه الايفكت بتاع الاستروجين، النورمال استروجين خلي بالك، على السيستمز المختلفه. طيب تعال نبدا الاول بالهايبوثالاموس وبعدين نخلي الكارديو في الاخر. الهايبوثالاموس ده انا بسميه جهاز الترمومتر. ده الترمومتر بتاع جسمك. يعني ايه الترمومتر بتاع جسمك؟ الترمومتر يعني ايه، يعني انت والله هو ده اللي بيحسسك انت حران، انت سقعان، انت لا انت دافي الجو كويس ولا كده. بيحصل ان هو لو بدأت ادي اكزوجينوس استروجين، يعني استروجين من بره، الترمومتر ده بيخرب، فبيحصل حاجه اسمها ايه، الهوت فلاشز. يعني هوت فلاشز يعني تحس ان انت حران وعرقان، واللي حواليك الدنيا جميلة أصلا، الجو كويس، أنت حاسس إن أنت حر نتيجة إيه؟ إن جسمك مش قادر، يعني الهايبوثالاموس حصل فيها خلل، مش قادرة تحس بإيه، بدرجة الحرارة الطبيعية دلوقتي، فهي حاسة إن الجو حر، فمحسساك إن أنت الجو حر ومش طايق إيه نفسك. دي الإيه، الهوت فلاشز. عايز تفتكرها أو تفتكرها إزاي؟ عايزك تفتكر واحد كل قرن فلفل إيه، أحمر كده، جاي قرن فلفل جامد، وشه هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي وشه نار اسود، انت ممكن تبقى قاعد عادي بس هو هيبقى حاسس ان الدنيا حر، وعمال تلاقيه عمال يعرق وهكذا. ده بالنسبه ايه، لايه، الهوت فلاشز. طيب يبقى دي كده اول حاجه في الهايبوثالاموس. الاندوميتريوم
الفكره بتاعته ايه؟ بيبريبير فور بريجنانسي، بيظبط برضو المنسز او المنسترال سايكل وهكذا. ده الاستروجين ايه افكت. يجي على الليفر بقى حاجه كونتروفيرشال شويه، بينهانس الليبيد ميتابوليزم. يعني ايه بينهانس الليبيد ميتابوليزم؟ زي ما احنا عارفين اللي بيكسر اغلبيه الليبيد ايه هو الليفر. عندي ال دي ال وعندي اتش دي ال. زي ما تفتكر ال HDL الهاي نضيف. يعني ايه الهاي نضيف؟ يعني الهاي ده كويس، انا بحب ال HDL ده يزيد لان هو بروتكتيف. تمام. لكن ال LDL مش حلو لان هو عندي بيترسب في البلاد فيسلز. تخيل كده معايا، دي البلاد فيسل بتاعتك ماشي فيها البلاد عادي. بعد كده جه ال LDL ده مع الفاتس، تمام، واللي هو الترايجليسرايد، ويترسب كده هنا، وعمال يترسب يترسب يترسب. ايه اللي حصل في الفيسل؟ لو انت في بلاد ماشي كان ماشي بالعرض ده كله، لا، البلاد اللي كان ماشي ده هيحصل له ايه؟ هيقل. هيقوم ماشي ازاي؟ هي ماشي كده. فبالتالي ايه؟ هيخبط في ايه الفيسلز، وهتعمل لك ايه مشاكل كتيره جدا من الهايبرتنشن دي اول واهم حاجه. وبرضه ممكن يعمل لك حاجه جميله. تخيل معايا الحاجات دي من كتر البلاد فلو اللي جاي اللي جاي جاي كسرتها بقت حتت صغيره، عملت لك امبولاي صغيره، راحت عملت لك بقى ميورال ثرومبوزس، عملت لك مايكارديال انفاركشن، عملت لك بقى ثرومبو امبوليزم، عملت لك بالمونري امبوليزم، وبلاوي زرقاء ايه كتير. تمام. فهو بيساعدنا ان احنا نقلل الايه ال دي ال ده. يبقى دي كده ايه ميزه. طيب، ولكن في عيب، هو بيزود الكلوتينج فاكتورز. لو تفتكروا الكلوتينج فاكتورز دي قلت لك ايه؟ اللي انت لما بتتعور هي اللي بعد كده بتيجي مكان البليتلت تقفل لك التعويره دي بالكولاجين. تمام. او اللي هي بيسموها الفايبرين كلوت، وبعدين ايه يبدا بعد كده الابيثيليوم يتكون عليها، وبعدين ايه الجسم بيسيحها. فانا لما بزود الكلوتينج فاكتورز دي بزود عندي ايه نسبه ان انا يحصل لي نسبه ان انا يحصل زي جلطات صغيره كده ايه في الدم. الجلطات الصغيره اللي في الدم دي لو زادت عن حدها، زي ما قلت لك الموضوع ده فيه ميزان. كل حاجه ليها ميزان. يعني في حاجات كده في الجسم هي ماشيه بميزان. عندي الكلوتينج فاكتورز والحاجات اللي بتكسرها. تمام. لو الكلوتينج فاكتورز زادت والحاجات اللي قصادها الناحية التانية اللي هي بتقللها ما زادتش او فضلت كونستانت او قلت، يبقى انا كده ايه بريسك ان يحصل لي ايه مايوكارديال انفاركشن. طب لو العكس، لو الكلوتينج فاكتورز دي لقيتها انها قلت واللي قدامها الحاجات اللي بتكسرها كونستانت حتى او زادت، ايه اللي هيحصل؟ بيحصل لك بقى ايه حاجات بقى زي ايه امراض زي الهيموفيليا، الحاجات بتاعت الاكسسيف بليدنج وهكذا. تمام. هيموفيليا ده اللي هو انت تخيل معايا كده، انت واحد يتعور او يتخبط خبطه جامده جدا ويتعور مثلا وينزف دم وجسمه مش قادر يقفل ايه المكان بتاع ايه التعويره ده او الايه النزيف. طيب، بالنسبه للبريست الجروس والديفلوبمنت والانلارجمنت في حالات بقى الايه اللاكتيت وكده والرضاعه وهكذا، وفي الطبيعي عموما ساعه البيوبرتي. طيب، نيجي اخر حاجه واهم حاجه، البون بينهبت جميل جدا، ينهبت الريزوربشن والريموديلنج، ويعمل ستيميوليشن للفورميشن. بمعنى ايه؟ ان هو بيقفل الاوستيوكلاست بيخليهاش يشتغل، وبينهانس الفورميشن بتاع ايه البلاست اللي هي ايه بتعمل فورميشن للبون. طيب، بيعمل الموضوع ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيديكريز الرانك وبي ايه والانترليوكين 1 اللي بيأثروا على الاوستيو ايه اوستيوكلاست. نيجي بقى لاهم حاجه واول حاجه كنا حاطينها ايه؟ الكارديو فاسكولار سيستم. زي ما احنا عارفين قلت لك ان الليفر هيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ بيزود لي الاتش دي ال وبيقلل لي ال دي ال. يبقى ده ايه؟ ده بيسموه بنفيش يعني بنفيت. ده بنفيت انا واخده، ده حاجه جود افكت من الدواء. ولكن على الصعيد الاخر، زي ما قلت لك الكلوتينج فاكتورز الزياده اللي قلت اللي بتطلع دي لما بتزيد ممكن تعمل لي زي ثرومباي صغيره كده، مايكرو ثرومباي، وتروح للقلب وتعمل لك ايه ام اي ومشاكل تانية. طيب، يبقى ده كده افكت ايه حلو وافكت وحش. عندي افكت جميل جدا، او هما الاثنين دول تبع بعض، الانتي اوكسيدنت افكت والفازو دايلاتيشن في البلاد فيسل. ايه هو الانتي اوكسيدنت ده باختصار شديد؟ انتي اوكسيدنت دي شويه مولكيولز موجوده عندك في جسمك زي ما انت شايف معموله بالاخضر يعني، فيها الكترونز، ماشي، تقدر تعمل الكترون دونيشن. وعند الفري راديكال ده، ده مولكيول شرير او مولكيول فيه مشكله ان هو بيبدا يعمل دامج، تمام، للخلايا بتاعه الجسم نتيجه ان هو ايه ناقصه الكترون، ناقصه ايه الكترون، محتاج الكترون دونيشن. فانا دلوقتي عندي انتي اوكسيدنت وعندي الكترون دونيشن، يعني عندي فيشه من الاخر وعندي الكوبس بتاع الكهرباء، ماشي، وانا عايز اشغل الاباجوره والكوبس اهو. حط الفيشه في الكوبس عشان تشغل ايه الاباجوره ببساطه. يبقى انت كده الانتي اوكسيدنت يقوم واخد الكترون زياده من اللي عنده، يديهم يعني يعمل له دونيشن للفري راديكال، بعدين ده يبقى ايه ما يبقاش ايه يبقى نون راديكال بعد كده، ما يقدرش يعمل دامج ايه للتيشو. طيب، تمام. ولقوا كمان ان هو بيزود حاجه اسمها النيتريك اوكسيد ال NO،
النيتريك اوكسيد ده بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايلاتيشن في الفيسل. فزي ما انت شايف كده ايه، انا عندي حاجه ممكن يعمل لي ام اي، لو بالذات الاكزوجينوس هو اللي بيبقى فيه المشاكل دي بتاعت اغلب السايد افكت دي بتبقى في الاكزوجينوس. لان انت بعد ما اللي بيحصل مينوبوز، ايه اللي بيحصل؟ مفيش فازو دايلاتيشن في الفيسل، الان او بي ال، تمام. فبالتالي بيحصل فازو كونستريكشن، وبتزود الريسك بتاع الهايبرتنشن، وان انت برضه يحصل لك مشاكل في الكارديو فاسكولار، بس ده بعد ايه؟ بوست مينوبوزال، بعد الايه؟ مينوبوز، تمام. لان انت فقدت ايه؟ الافكتات الكويسه بتاعه الايه؟ الاستروجين. ده بالنسبه للاستروجين الطبيعي. طيب احنا قلنا ان احنا هنا هنيجي ندي، لقوا ان هو عشان البريست كانسر ده، لو انا بديه اكزوجينوس هيحصل لي غالبا بريست كانسر زي ما قلنا، ممكن كارديو فاسكولار افكت زي ما شرحنا. فانا عايز ادي دواء جميل جدا، عايز ادي دواء شغال على ايه؟ شغال على ايه؟ الريسبتور بتاع الاستروجين اللي هو الاي ار ريسبتور في البون، بس على قد ما اقدر يشتغل على البون، ولا يشتغل على البريست، تمام، ولا يشتغل على الاندوميتريوم، تمام، وما يشتغلش ايه على اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل لي ايه؟ سايد افكت او مشاكل. طيب، احنا هنا لقينا ايه؟ لقينا في دوايين رالوكسيفين والتاموكسيفين. زي ما قلت لك دول بيأكتيفيت الاستروجين ريسبتور في مناطق معينه، ومناطق تانية لا. يعني مثلا بيأكتيفيت الاستروجين ريسبتور في البون في الحاجه اللي انا عايزها، لا، وبيقفل لي الاستروجين ريسبتور في البريست وفي الاندوميتريوم عشان يقلل لي ايه؟ الكانسر في الايه؟ في الاثنين دول، تمام. طيب، بيقول لك هو بيعمل ايه السيرمو، يعني نفس الفكره بتاعت الايه؟ الاستروجين بينهبت السيتوكاينز اللي هو الانترليوكين واحد، وقلنا الرانك 1، تمام، وانترليوكين قصدي 1 والرانك، تمام، ريسبتور بيقللوهم دول. فلما يقللهم بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيزود الاوستيوبلاست الشغل بتاعها، فبالتالي هتعمل ايه؟ تبدأ تعمل لي تبريفنت الاوستيوبوروزس، وتزود ايه؟ البون دينستي بتاعتي. طيب، ده بالنسبة ايه؟ لهذا الموضوع. طيب، السايد افكت بتاعت الدواء ده زي ما قلت لك، هجيب لك السايد افكت كلها من الصورة. يعني لما اجي اقول لك هوت فلاشز او بوست مينيبوزال فازو موتور سيمتوم، هنعرف من هنا ان هو هوت فلاشز يعني بيعمل ايه؟ عامل لي، اشتغل على، يبقى هو فعل، كان عنده بوزيتيف افكت على الهايبوثالاموس، فعمل لك ايه؟ الهوت فلاشز دي. طيب، فازو موتور سيمتوم يبقى هو ايه؟ مش شغال على بلاد فيسل، ما عرفش يشتغل على البلاد فيسل، فبالتالي حصل لك الفازو موتور سيمتوم دي، اللي هو الفازو كونستريكشن، نتيجه ايه؟ ان هو ما عمليش الفازو دايلاتيشن اللي كان ايه؟ بيعمله، ما بيشتغلش على الريسبتورز اللي في البلاد فيسل. طيب، والفلاشنج هو الهوت فلاشز، تمام. طيب، increased risk of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. يعني ايه increased risk of deep venous thrombosis؟ زي ما قلت لك، والpulmonary embolism، فاكر الجزء ده؟ زودت الكلوتينج فاكتورز، حصل لي ثرومبو امبولاي صغيره، امبولاي صغيره كده 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 كده، راحت عملت لي بقى ايه؟ زي ما قلت لك، راحت بقى في اللنج، راحت في فين، عملت لك ديب فينوس ثرومبوزس، وهكذا، تمام. يبقى انت عندك التاموكسفين ده للاسف بيزود الليفر ان هو يصنع كلوتينج فاكتورز، او كلوتينج فاكتورز بتصنع مع الليفر، فبالتالي بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشاكل بتاعت البلمونري امبوليزم والثرومبوزس. فعشان كده اي بيشنت جاي لك بهيستوري ليها علاقه بالبلمونري امبوليزم والثرومبوزس، ما تديش تاموكسفين، هندي ايه؟ اخوه رالوكسفين. انا عامل جدول هنظبط فيه الموضوع ده كله، تمام. طيب، ويقول لك التاموكسفين may increase the risk of endometrial carcinoma via partial agonist effect. الافكت بتاعه شغال ازاي؟ احنا زي ما احنا عارفين في حاجه اسمها اجونست افكت، يعني شغال بيحفز الريسبتور، وحاجه اسمها ايه؟ انتاجونست، ما بيعملش اكتيفيشن، بيمسك بس ما بيعملش اكتيفيشن. وفي حاجه اللي هي ميكس، هم دول بقى الادويه بتاعتنا. يعني ايه ميكس؟ يعني على بعض المناطق شغال اجونست، وبعض المناطق شغال انتاجونست يقفلها. طيب، لو جينا هنا شفنا الدوايين اللي معانا، يبقى احنا كده فهمنا الدنيا ايه؟ ماشيه ازاي. لو جيت قلت لك التاموكسفين، لا، هو شغال على البلوك الاستروجين ريسبتور في في البريست، وانتي استروجينيك اصلا في البريست. خلاص، يبقى ده زي الفل. ليه؟ هيقلل لي نسبه البريست كانسر، مفيش كده بريست كانسر. وخلي بالك التاموكسفين لما اجي اقول لك بعالج البريست كانسر، سواء في الرجاله جاينيكوماستيا، او في الستات بعالج لهم البريست كانسر، بنستخدم التاموكسفين. ليه؟ لان التاموكسفين لو هي عندها بريست كانسر بيشتغل على الريسبتور، وايه؟ يعني زي ما تقول لك كده، يعمل كيور او يعالج من البريست كانسر. لكن التاني رالوكسفين ده ممكن تديه كبروتكشن، برو ايه؟ في حالات البريست كانسر. يبقى لما اجي اقول لك ميل او فيميل، واحد عنده جاينيكوماستيا وست عندها بريست كانسر، تديله تاموكسفين ولا رالوكسفين؟ اقول لك لا، لو عنده خلاص تديله ايه؟ التاموكسفين، تمام. ده بالنسبه ايه؟ للبريست. بالنسبه للبون، الحمد لله الاثنين عندهم اكتيفيشن، لان احنا امال بنشرحهم ليه؟ يعني هو لو ما كانش بيأكتيفيت الاستروجين ريسبتور في البون، كنا اتكلمنا عليه اصلا؟ لا، ما كناش اتكلمنا عليه.
طيب تمام. بيقول لك هنا بيأكتيفيت الاستروجين ريسبتور، الاثنين بيأكتيفيتوا خلاص الاستروجين ريسبتور في البون، فبالتالي بيعملوا ايه بروتكتيف ايه افكت، وبيبريفنتوا ايه الاوستيوبروزس. طيب اليوترس او الاندوميتريوم ده كونتروفيرشال ما بين الاثنين، واحد بيأكتيفيت وبيزود الريسك بتاع الكانسر اللي هو التاموكسوفين، واحد رالوكسوفين ده ما بيعملش اكتيفيشن، فخلاص كده نيوترال ايه، يبقى نيوتر، ما لا بيدي افكت بوزيتيف ولا بيدي افكت ايه نيجاتيف، فده ايه كويس كده، بيقلل الريسك بتاع الايه الكانسر اندوميتريوم. طيب الليفر او الليبيد ميتابوليزم الاثنين كويسين، بيقللوا ال دي ال، بيقللوا ال دي ال وبيزودوا الاتش دي ال، فزي الفل. الفازو موتور طبعا بيعملوا هما الاثنين فازو ايه، بيعملوا حته هيشتغلوا هما الاثنين على الهايبو ايه ثالاموس، فتحسسك ان انت ايه حران، وتعمل فازو موتور تعمل زي فازو دايلاتيشن في الفيس، فتحس ان وش الشخص ده لونه احمر كده او محمر، يقول له مبكت، عامل زي مبكت دم، كانه في دم كده. وقلنا الكلوتينج فاكتور بيزودوهم، فبالتالي لما بيزودوا الكلوتينج فاكتور يزود لك ايه الريسك بتاع ان انت يحصل لك كارديو فاسكولار ايه ايفنت، زي ما قلنا مايوكارديال بقى ايه انفاركشن، او اي مشكله ايه تانية. طيب او زي ما قلنا بقى بالمونري امبوليزم او ايه الدي في تي. ده كده بالنسبه للجزئين. يبقى انا لما اجي اقول لك دلوقتي عيانه جايه لك بوست مينوبوزال، ماشي، ما عندهاش الحمد لله اي مشاكل، الا انها عندها مشاكل ايه، مشكله بسيطه ايه في البون، تقول لك عظمي بيوجعني مش عارفه ايه وهكذا، تديله رالوكسوفين ولا تديها تاموكسوفين؟ تديها ايه الرالوكسوفين. تمام. عندها مشكله واحده بس. لما يقول لك العيانه اللي جايه لك دي والله لا ده عندها بريست كانسر، تمام، او الراجل ده جاي لك عنده ايه جاينيكوماستيا وعظمه خربان والدنيا خربانه عنده، يبقى هتديله ايه، هتديله ايه التاموكسوفين. ده بالنسبه ايه لهذا ايه الجزء. يبقى احنا قلنا هتلاقي هنا كاتب لك حتى التاموكسفين عنده انهبيشن للتيومر جروث، بيمنعه ان هو ايه يكبر، وبيحاول يعمل له ايه ريجريس او بتوزس ان هو يموته. ده عشان كده بنستخدمه في حالات ايه البريست ايه كانسر. تمام. ده بالنسبه ايه لهذا ايه الجزء. طيب نيجي حاجه بسيطه جدا، التي ان اف الفا انتاجونست. سيبك بقى اي حاجه اخرها ماب، بيسموها مونو كلونال انتي بودي. تمام. انتي اي بي انتي بودي. فاي حاجه اخرها كده الماب ده، اعرف ان هي ليها علاقه بايه، بتعمل يعني بتشتغل على الاميون سيستم. تمام. بتضرب ايه الاميون سيستم، او بتقلل ايه الاميون سيستم. فانا بدي الادويه دي امتى؟ لما العيان بتاعي يبقى عنده ايه، لو هي بتقلل الاميون سيستم، لما العيان عندي يبقى عنده ايه اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون ايه ديزيز. يبقى لو عنده اوتو اميون ديزيز بنستخدم معاه ايه التي ان اف الفا انتاجونست. طيب ايه الاوتو اميون ديزيز بتضرب البون؟ عندك والله روماتويد ارثرايتس، السورياتيك ارثرايتس، انكلايزنج سبونديلايتس وهكذا. يبقى احنا لقينا اهو، بص يعني بيقول لك ان التي ان اف الفا والله بيعمل بون ريزوربشن، تمام، وبيزود البون ريزوربشن وهكذا. يبقى انا لما اجي اديه واقفله، ايه اللي هيحصل؟ خلاص البون ريزوربشن ده هيقل، فبالتالي ايه العظم ايه مش هيحصل فيه مور ريزوربشن، وممكن يحصل ايه فيه فورميشن. طيب الادويه دي ايه السايد افكت بتاعها؟ بقول لك هيضرب لك الخلايا بتاعت الاميون سيستم، هيقللها، فبالتالي تلاقي فيه بقى عندك فيفر، عندك انفكشن، ريسك اوف مالجنسي، هايبر سنسيتيفيتي لو انت عندك حساسيه من الادويه دي. انا لما اقلل لك مناعتك، لو انت عندك مرض ليتنت او بيقعد في الجسم فتره طويله زي التي بي، هتلاقيه ممكن يحصل له اكتيفيشن تاني حتى لو انت كنت اتعالجت منه وهكذا. ده بالنسبه ايه للايه الادويه دي. هتلاقيهم طبعا ليهم افكت على اسمه ايه ده، على الفيسلز وهكذا، او على حته الاندوثيليوم او بتاع انها تعمل فاز دايلاتيشن والفاسكولار بالمابيليتي. فلما اقفلهم او اقللهم، ممكن لو واحد عنده مشاكل في القلب او كده، او ضغطه بيعلى وبتاع جاله مشكله في القلب او كده، هيحصل له ايه مشكله ايه جديده. هتلاقي الافكتات بتاعتها ايه ماشيه في كل حته. هو الفكره بتاعته ان هو ده حاجه بيضرب الاميون سيستم او بيقلل الاميون سيستم، فبستخدمها في الاوتو اميون ديزيز، روماتويد ارثرايتس، اي ارثرايتس له علاقه بالايه بالاميون ايه ديزيز. تمام. السايد افكت يا اما عندي حساسيه منه، هيقلل لي الاميون فيعمل لي ريسك اوف انفكشن، انكريز الريسك بتاع الانفكشن والريسك بتاع ايه المالجنسي، وليه بعض الافكت على البلاد فيسلز، فممكن ايه يعمل لي فازو كونستريكشن وهايبرتنشن، يدخل العين ايه في هارت يفلير ايه منك زي ما بيقولوا كده. طيب يبقى احنا كده دي زي صورة كده مجمعة لكل الأدوية شغالة ازاي. في دواء لسه هنشرحه وهنقوله. عندنا أول حاجة البيسفوسفينات، قلنا كانت بتمسك في البون في الهيدروكسي ابيتايت ده، في المنطقة دي لو فاكرينها في الأوستيوكلاست، موجودة في الأوستيوكلاست، تعمل دي اكتيفيشن أو انهبيشن للأوستيوكلاست، فتشغل الأوستيوبلاست تعمل ايه فورميشن. شرحنا الاستروجين ثيرابي شغالة ازاي، بتقلل الرانك 1 زي ما قلنا، وتقلل الانترليوكين 1 وتعمل اكتيفيشن للأوستيوبلاست،
في الفورميشن وبتعمل انهبيشن للريموديلنج. الرينوزوماب ده رانك، ده متخصص، ده رانك لايجند انهبيتور في الاوستيوكلاست. نفس الكلام، يقلل الشغل بتاعها برضو، مع ان هتلاقي اسمه ايه، شبه ايه، المونوكلونال انتي بودي ماب، اخره ماب. يعني انت لو جيت شفت الاسامي هنا، اداليموماب، ستروليزوماب، انترسريبت، الجوليموماب والانفليكسيماب، اخرهم ماب، كلهم تي ان اف انتاجونست، ما عدا الدينوزوماب. اوعى يلخبطك، ده رانك ايه، لايجند انهبيتور. خلي بالك من المعلومه دي، عشان هيجي عليها ايه، ادويه. هيقول لك ايه الميكانيزم بتاع الدينوزوماب، تقول له ما هتقول كده في دماغك، اوبا ده ماب، ده اخره ماب يا باشا، اديني على طول تي ان اف الفا انتاجونست. لا، ده رانك لايجند انهبيتور. نركز في ايه، في النقطه دي عشان ايه المهمه. قلنا البي اتش، التريباراتايد او البي تي اتش انالوج، لما بنديه لو دوز انترميتنت يبدا يشتغل، غير الهرمون اللي بيطلع بكميات كبيره في الاي هايبر باراثايروديزم كونتينوس، ده لا، ده بنديه انترميتنت على فترات ديلي يوميا، وبياخد جرعه محدده وتبقى جرعه قليله، بيشتغل على الاوستيوبلاست برضو ايه، ايه يحفزها. ده بالنسبه ايه لهذا ايه الايه الجزء. طيب، نبدا بقى نخش على الجوينت ديس اوردرز.